السلام ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. القضية ديال اليوم وقعت في 2001 بمدينة سيدي بنور. في واحد الليلة مع 9 ديال الليل البوليس غادي يوصلهم واحد البلاغ بلي لقاو واحد السيد في العمر ديالو تقريبا 60 سنة، لقاوه مرمي في جنب الطريق. التحقوا البوليس لعي مكان ولقاو السيد مقتول ومرمي فعلا في جنب الطريق، واللي خلاهم يتأكدوا باللي السيد تقتل. لقاو اثار ديال عجلة سيارة صغيرة في اتجاه ديالو. البوليس لحد الان تيقول باللي صدماتو سيارة. عينوا البوليس مكان الحادث ونقلوا الجثة لمستودع الأموات وخدوا آثار ديال عجلة السيارة. وهنا غادي تبدا التحريات. واحد السيد حتى هو كبير شويه في السن تيقول: هاد السيد راه الصديق ديالي وانا اللي لقيته مقتول، راه جاري ويلا صلى معايا المغرب وتفارقنا انا وياه منين خرجنا من المسجد. ولكن في صلاة العشاء ما بانش ليا في المسجد وما مولفاش ليه حيت هو مواظب على الصلاة ديالو في المسجد. تبين البوليس باللي هاد السيد تقتل ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. ولكن هنا وقعت واحد القضية. من لقاو البوليس السيد مقتول جنب الطريق، في هذيك الوقيته خبروا الزوجة ديالته اللي حتى هي جات لعي المكان. ولكن من رجعت للدار لقات شي حد دخل عندها للدار وهرس لها الماريو وحاول يسرقها. تتقول الزوجة باللي شي حد استغل هذيك اللحظة اللي مشات تشوف فيها البلاصة اللي تقتل فيها الزوج ديالها، استغل هذيك الفرصة ودخل الدار وهرس الماريو وسرقها. هادشي اللي تتقول الزوجة. وهاد القضية خبرت بها البوليس، قالت لهم باللي من استدعيتوني البلاصة اللي لقيتو فيها راجلي مقتول راه شي حد مشى للدار هرس الماريو وسرق ليا شي حاجة. رجعوا معاه البوليس هذيك الليلة للدار وعينوا بيت النعاس ولقاو فعلا كاين اثار ديال التراس في الماريو. وقالوا ليها: واش تسرقات لك شي حاجه من هنا؟ قالت لهم: كان غير واحد الخاتم ديال الذهب وشي فلوس تقريبا 1,5 مليون، حيت الحاج ما تيحطش الفلوس ديالو في الدار، تيحطهم في البوسطة هما الوثائق. هنا البوليس لقاو راسهم ماشي غير امام جريمة القتل، ولكن الموضوع تيتعلق بسرقة حتى هي. افترضوا المحققين باللي هاد القاتل خطط مزيان لهاد الجريمة، ضرب السيد بالطوموبيل وهرب واستغل خروج ديال الزوجة الضحية من الدار ودخل حاول يسرق. ولكن هادشي تبقى مجرد فرضية. البوليس بداو تيسولوا الجيران ديال هذاك الدوار واش كاين شي حد اللي عنده سيارة اللي عندها نفس الاثار ديال العجلات. ولكن مع الاسف كاع الناس اللي عندهم سيارات في هذاك الدوار ما عندهمش نفس العجلات اللي لقاو البوليس الاثار ديالها في المكان الحادث. الزوجة ديال الضحية تتقول: اسيدي، انا راه الزوجة الثانية لهاد السيد، تزوجنا تقريبا 5 سنين، وباللي راجلها الله يرحمه عنده مرا اخرى وعنده معاها بنات وولاد كبار مزوجين. قالوا ليها واش كان عنده شي مشاكل ولا شي عداوة مع شي حد؟ قالت ليهم: لا سيدي، ما عمره كان عنده شي مشكل مع شي حد. قالوا ليها: شنو كان تيدير الزوج ديالك في حياته؟ قالت ليهم: اسيدي، راه عنده 4 ديال الحوانت في المدينة كاريهم الجزارة. وهنا البوليس قالوا: امشيو نشوفوا مع هاد الجزارة هادو. وبالفعل مشاو البوليس عند هاد الجزارة واستنطقوهم كاملين وشافوا واش عندهم شي سيارات. لقاو عندهم، ولكن ماشي نفس العجلات اللي لقاو الاثار ديالها في المكان الحادث. البوليس سولوا الجزارة: كيفاش كنتو تتخلصوا الكرا لهاد السيد؟ تيقولوا: الحاج الله يرحمه راه كان داير معنا واحد العقد وفيه بلي واجب الكراء ديال هاد المحلات يكون عن طريق البريد. وتأكدوا البوليس من هذا الموضوع هذا من خلال الوصل اللي تعطيه لهم البوسطة في كل مرة تيدفعوا ليه واجب الكراء. وهنا البوليس غادي يبحثوا مع الزوجة الأولى اللي حتى هي تتسكن غير في سيدي بنور. مشاو عندها للدار ولقاوها تتسكن في واحد الشقة مع بنتها وولدها. البنت في العمر ديالها تقريبا 16 سنة وولدها في عمره تقريبا 26 سنة. قالوا ليها البوليس: واش عندك غير هاد 2 ولاد مع الحاج؟ قالت لهم: لا، عندي 2 ولاد اخرين وواحد البنت مزوجين. قالوا ليها:
شنو علاقتك بالزوج ديالك الحاج؟ قالت ليهم: اسيدي، الحاج تفرقت معاه تقريبا شي 6 سنين هادي، على قبل شي مشاكل بيناتنا. ما بقاش باغي لا ولادو لا بناتو، وحتى هما ما بقاوش معتبرينه اب ديالهم. سولوها البوليس، قالوا ليها: واش شي واحد في ولادك عنده طوموبيل؟ قالت لهم: لا سيدي، حتى شي واحد في ولادي ما عنده طوموبيل. وتأكدوا البوليس من هذا الموضوع، ولقاو فعلا حتى شي واحد من ولادها ما عنده طوموبيل. وهنا البوليس رجعوا بحالهم المفوضية، وغادي يستدعوا هذاك السيد اللي قال انا صاحب الحاج وجارو. جا لعندهم وعاودوا استنطقوه. قال لهم: قلت لكم داك النهار الحاج الله يرحمه كان الصديق ديالي المقرب، وكان رجل الله يعمرها دار ومتقي الله ومن معمرين المساجد. سولوه واش كان تيعاود ليك شي مشاكل عنده ولا شي عداوة ولا شي نزاع مع شي حد. قال لهم الصراحة الحاج كان مزيان مع الجميع، غير مؤخرا كان مقلق شوية من جهة واحد ولده كان جا عنده للدار دابا شي اسبوع هذا، ودار بيناتهم واحد النقاش. وعلى حسب ما عاود ليا الحاج قال لي راه هاد الولد قهرني، كل مره يجي لعندي يعطيني وتنقول ليه سير تخدم، تيقول لي انا فين غادي نخدم. تيقول هاد السيد بلي الحاج كان ديما تيتشكاليه منه وتيقول لي: شوف دابا هاد الولد كل مره كاري طوموبيل ويجي لعندي يقول لي يعطيني الفلوس. هنا البوليس منين سمعوا القضية أن ولد الضحية كان كاري سيارة هاد الأيام، جاتهم هاد القضية غريبة ومشاو يبحثوا في هاد القضية. رجعوا عند الأم ديالو قالوا لها: حنا جينا عندك هاد الأيام وقلتي لينا بلي حتى شي واحد في ولادك ما عنده سيارة. قالت ليهم: أسيدي، حتى دابا أنا تنأكد ليكم بلي حتى شي واحد في ولادي ما عنده طوموبيل. قالوا لها: حنا عندنا معلومات بلي ولدك الصغير كان كاري طوموبيل هاد الأيام. قالت ليهم: كان كاري طوموبيل ولكن ماشي ديالو. هنا البوليس شافوا باللي الأم تتحاول تستر على شي حاجة، جابوا هاد الولد هذا وقالوا ليه: انت كنتي كاري طوموبيل هاد الأيام؟ قال لهم: قالوا ليه: يلا ورينا من عند من كنتي كاريها. مشاو مع البوليس المحل اللي كان منه السيارة، دخلوا عدموا المحل وقالوا ليه: ورينا عافاك السيارة اللي كان كاري من عندك هاد الولد هذا. بالفعل لقاو كان كاري واحد السيارة من نوع كليو، وباللي كان كاريها مدة أسبوع وهو كاريها. شافوا البوليس العجلة ديال السيارة، وهنا كانت الصدمة منين لقاو البوليس باللي هاد العجلات هما نفس العجلات اللي لقاو الأثار ديالها في المكان الحادث. هنا البوليس هزوا هاد الدري ورجعوا به الدار ديالهم، ودخلوا البيت ديالو من بعد ما خداو الاذن من النيابه العامه بتفتيش المنزل. تلقاو في البيت ديالو في واحد الشكاره تلقاو خاتم ديال الذهب، ولقاو واحد المبلغ مالي تقريبا 9000 درهم. وهنا نقلوا الولد المفوضيه واستدعوا الزوجه الثانيه ديال الضحيه ووراوها الخاتم، وتعرفت عليه قالت ليهم: اسيدي هاد الخاتم ديالي. وهنا قالوا الولد: عاود لينا من الاول حتى الاخر، دابا راه كلشي ولا واضح وباين. قال لهم: اسيدي، الوالد ديالي ما بغاش يدير معنا شي حل، تنجي لعندو تنطلبو يعطيني شي شويه ديال الفلوس باش حتى انا ندير شي بيعه وشريه، ولكن ما ترحمنيش. واخا هكاك تنقول دابا حنقلبوا علينا، ولكن الوالد ديالي كانت تتحرشوا علينا مرتبه. وانا اخر مره جيت لعندو شي 10 ايام دابا تقريبا. قلت لي: با، بغيتك تعطيني غير شي 3 ديال المليون، اعطيها ليا وحسبها سلف، ندير بها غير شي حاجه بدل ما ندور شويه الحركه ونردها ليك. هادشي على حسب ما تيقول هو. قال لي: انت كاري طوموبيل وما عندكش الفلوس، سير تخدم على راسك. وزاد قال لي: هذيك الشقه اللي خليت ليكم انت امك واختك راه حتى هي غادي نحيدها ليكم، وديك الساعه شوفوا فين غادي تسكنوا. كان تيهددني. هادشي اللي قال هو. قال: انا ملي سمعت غادي يحيد لينا الدار حتى هي، قلت خاصني ناخذ العقد ديال الملكيه ديال الشقه، حيت كاتبها بسميت الام ديالي، ولكن العقد كان عنده هو. وهذيك الليلة منين نخرج من المسجد تبعته في هذيك الطريق وضربته بالطوموبيل، ومشيت حطيت الطوموبيل حدا الحمام ورجعت للدار. بقيت تنتسنى في مرت با باش تخرج منين تسمع الخبر ديال موت الوالد.
باش ندخل انا نسرق العقد ديال الملكيه ديال الدار، ولكن ملي دخلت ما لقيتش العقد في الماريو، وهزيت غير الخاتم وهادوك الفلوس وهما اللي لقيت. تحرر محضر رسمي في حق هذا المجرم اللي عطاتو نفسه يقتل الأب ديالو، وتقدم العدالة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالليل اللي تتعتبر ظرف من ظروف تشديد، وتقدم العدالة وتحكم بالسجن بالمؤبد. وهنا تتسالي القضية ديال اليوم. نتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله.